تنتقل كاميرا البرنامج الآن مشاهدينا إلى شارع بوبستس في الإسكندرية، حيث يقيم خالد سعيد، وذلك في العقار رقم 37. وللأسف لم نجد أحد في الشقة، كما أفاد بذلك حارس العقار. وفي نفس الشارع أيضا يوجد محل السايبر والمعروف باسم سبيس نت، وأمامه مباشرة كافيتيريا السونس، وإلى جوار محل السايبر مدخل العقار الذي هرب إليه خالد سعيد خوفا من عناصر الشرطة. نحن هنا الآن أمام السايبر الذي شهد أول وقائع وفاة الشاب خالد سعيد. حضرتك شاهدت الواقعة؟ بدايتها. طب يا ريت تحكي لنا عنها باختصار، إيه الحاجات اللي شفتها؟ والله هو دخل خالد من الباب ده، كان في واحد قريبه موجود هنا، بمجرد ما دخلوا اتنين، واحد من هنا وواحد من هنا، كتفوه. انا كنت قاعد على المكتب فوق، ما شفتش حاجه. ابني كان على الباب، لقيته بيقول ايه ده، وحسيت بهرج تحت، نزلت فلقيت اتنين مخرجين، واحد مكتفينه من دماغه وخبطوه في الرخامه هنا. فقلت لهم لا كده لا، وخرجتهم بره. خرجوا قدامي تحت الرصيف قدام المحل اللي جنبي ده، وخدوه العماره الجانبيه دي اللي جنبي على طول. طب حضرتك هل سبق ودخل احد المخبرين المتهمين في القضيه واعتدى على اي حد في السايبر؟ لما كان له ميزه معينه وله ستايل معين، ما فيش حد بيخش هنا الا ما بيعرفني بنفسه، وان كان له عمل معين بنأديه في حدود القانون وفي حدود المألوف، ومع السلامه. متواجد عليها المتهمين في واقعة خالد سعيد. كان لنا هذا اللقاء مع أنا الصافي أحمد محمد صاحب المحل. إيه معلوماتك عن الواقعة؟ والله واحنا واقفين سمعنا دوشة وعركة، وزي ما انت شايف احنا واقفين كده، فقالوا في ماشي، بس ما حصلش حاجة، ما شفناش الواقعة بالظبط يعني. هل حصل قبل كده ان جه ناس من اسم سيدي جابر او مخبرين من اسم سيدي جابر اعتدوا على حد هنا بالضرب في القهوه هنا؟ اقول لك على حاجه، المخبرين ما بتعتداش غير على الصيع والحراميه، انما راجل محترم مش هيضربوه. ما كنت طول عمرهم بيجوا المحل هنا عندنا في الكافيتيريا، ما شفناش الكلام، ولا في الشارع اصلا. وسالي اي حد في الشارع ما بيقدروش يضربوا حد اصلا، ما بيضربوش فعلا في الشارع غير الصايع معاه سكينه حرامي كده بس. حتى بياع المخدرات ما بيمسكوه ما بيضربوش. دي معلوماتنا والله، احنا بنشوف كده يعني. كما التقت كاميرا البرنامج ايضا بعدد من الشهود على كافيتيريا قصر الشوق الموجوده بشارع بوبستس. انا محمد حشيش، كنت جوه نادي الاتحاد لغايه من 4 سنين، موظف شركه اسكندريه للبترول. لعبت منتخب مصر ناشئين 19 سنه و20 سنه، كابتن حسن شحاته. لعبت كاس افريقيه ولعبت كاس عالم، ولغايه من 4 سنين كنت بلعب درجه اولى في نادي الاتحاد دوري ممتاز يعني. وبعد كده لعبت موسم في الكروم، يعني اتنقلت في كذا حته واستقريت في نادي اسكندريه للبترول، فبقيت بلعب نادي اسكندريه للبترول وشركه اسكندريه للبترول مع بعض، لان انا اصلا موظف في شركه اسكندريه للبترول. طيب انا عايزاك تحكي لي بقى الواقعه بالظبط. والله بصي، هو يعني ايه اللي حصل، ان انا قابلت خالد. طبعا قابلت خالد في الشارع، على شارع بورسعيد عندنا في كليوباترا. كان بقالي يومين او 3 ما شفتوش، وسلمت عليه وكده اهوت. وبعدين واحنا ماشيين يعني قابلنا واحد صاحبنا اسمه هيثم عند السايبر بتاع هيثم دوت، فقمنا سلمنا على هيثم وكده، وبصيت لقيت 2 من افراد الشرطه جم وحاولوا يفتشوا خالد يعني وكده، فهو ما رضاش يتفتش. حضرتك فاهمه؟ عايزين يعرفوا يعني قافل ايده على حاجه، عايزين يعرفوا ايه اللي هو يعني ايه الحاجه. ما حدش عارف ايه اللي في ايد خالد خالص، ما حدش عارف ايه اللي في ايد خالد خالص غير يمكن انا، لان انا اللي كنت ماشي معاه وراني يعني اللي في ايده. الناس واقفه كلها بتبص، ما حدش عارف ايه اللي في ايده. المخبرين ما حدش عارف ايه اللي في ايده. فيعني حاولوا يفتحوا ايديه، ما عرفوش يفتحوا ايديه. حاولوا يمسكوه، ما هو مش مديهم فرصه انهم يمسكوه. كان في شد وجذب بينهم كبير. فجي يعني الكلام ده كان في داخل السايبر، فجي صاحب السايبر راح طالع مزعق ومطلعهم بره وكده اهوت. فتحركوا بخالد بره بقوا على الرصيف. الناس ابتدت تتلم طبعا. فهو في وسط ما ده يرد عليا، طب اتصل لي باحمد اخويا، حاول بتصل لي باحمد. فقمت
يعني مشيت بعيد شويه كده اهوت عن بنكلم احمد. ايوه احمد. قلت له انا محمد حشيش. طب خالد؟ ايوه. قلت له احمد انت فين؟ قال لي انا في البيت. قلت له طب احمد تعالى دلوقتي بسرعه احنا قدام السايبر. خالد معاه سيجارتين بانجو واخدهم من نسيبه، والمخبرين متعلقين فيه ومش عايزين يسيبوه، وانا بحاول امشيه وهو قال لي اتصل بيك يعني كده. قال لي خلاص اقفل انا جاي على طول. فقفلت التليفون ورجعت تاني يعني قربت تاني على المكان، فلقيت الناس ملمومه فابتديت اوسع الناس واحاول. يعني انت رايك ان هم ما اعتدوش عليه بالضرب؟ لا لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه خالص. هم الناس بيحاولوا ان هم يمسكوه، هو يعني عايزين يفتشوه، هو مش عايز يتفتش، الناس بتحاول تمسكه، هم مش مديهم فرصه ان هم يمسكوه. فبقى في حضرتك فاهمه كاني مثلا ايه مقاومه حضرتك فاهمه. هم عايزين يمسكوه وهو بيقاومهم جامد، ما فيش مجال، مش سايب لهم مجال ان هم يمسكوه، فبيحاولوا يسيطروا عليه، مش قادرين يسيطروا عليه، عايزين يعرفوا ايه اللي في ايده، هو مش عايز يفتح ايده. احمد انت قلت في اقوالك ان المتهمين ما اعتدوش على المرحوم خالد سعيد بالضرب. تمام. طيب تبرر بايه الكلمات والسحاجات اللي مذكوره في تقرير الطبيب الشرعي؟ حضرتك انا قلت ان كانوا بيحاولوا يمسكوه، هو بيحاول يهرب منهم، في شد وجذر كتير، اتنين بيحاولوا يمسكوا واحد مش قادرين يمسكوه وهو بيحاول يهرب منهم، فيعني اكيد اتخربش حضرتك. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، واحنا يعني لما خالد كان مغمى عليه بنشيله عشان نحطه على النقاله، بنرفع عشان نحط خالد على النقاله، اتزحلق مننا لان انا كنت حاطط ميه على خالد وكده، فلما ما كانش يعني في مش يعني ما عرفتش، في ناس ما عرفتش تملك خالد، وقع منهم، وبعد كده المسعفين شالوه تاني عشان يحطوه على النقاله. انا اسمي علاء الدين علي احمد ابراهيم، محافظه المنيا، بشتغل في اسكندريه، انا سماك. حضرتك شفت الواقعة؟ طبعا شفتها. طب يا ريت تحكي لنا ايه اللي شفته عن الواقعة؟ الواقع اللي حصل، انا كنت قاعد مع صاحبي رامي على كافيتيريا الشمس، فقاعدين نشرب شاي، وبعد كده في اتنين جم من زوايا جنب السايبر، واحد طويل كده ومع واحد تاني، فمنهم واحد دخل جوه السايبر فبيوري واحد حاجه في ايده، فكان في مخبرين قاعدين على الكافيتيريا بتاعت السمس ده، راحوا لهم واحد ما كانش معاه حاجه، وفي واحد تاني كان في ايده حاجه، في هات سيب اللي في ايدك ما تسيبش اللي في ايدك، كان في عمليه زي شد وبتاع، طب ادانا نسيبها ما نسيبهاش، حصل فيه شد وبتاع، طلع صاحب السايبر زعق لهم ويلا من هنا وبتاع، وبعد كده في زيطه الناس كلها اتلمت، الحاجه بتروي عننا كامله يعني. طب حضرتك شفت الاثنين المخبرين ضربوا المرحوم خالد سعيد؟ لا ما كانش فيه ضرب. انا اسمي شريف من منطقه كليوباترا، من الشارع اللي حصل فيه الواقعه. والله انا كنت قاعد ساعه ما حصلت الواقعه على القهوه، وهي يعني حصلت في وش القهوه عند السايبر. كان محمد حشيش وخالد سعيد جايين من جنب السايبر كده، وقفوا يتكلموا مع هيثم ابن صاحب السايبر، وكان خالد بيتكلم مع هيثم بيوري له حاجه يعني او كده. ففي اتنين مخبرين قاعدين على الترابيزه اللي جنبنا، قاموا عدوا الشارع الناحيه التانيه راحوا، واللي في ايدك يا خالد وكده، وهنا حصل زي جذب وشد لان ما قدرش يوريلهم اللي في ايده. شايف من عندي المكان اللي انا قاعد فيه ان هم بيحاولوا يفتحوا ايده بس، او ادينا اللي في ايدك، ادينا اللي في ايدك، في ناس واقفه كانت بتقول له يعني اديها لهم بس. ما طب هل في اي علاقه بينك وبين احد الطرفين، خالد سعيد او خالد سعيد جوه يعني ساكن اساسا في العماره اللي جنبه. طيب حضرتك شفت الاثنين المخبرين ضربوا خالد سعيد؟ بصراحه ما كانش فيه ضرب، يعني هو كان فيه جذب وشد زي ما قلنا، مثلا ان انا بحاول اخد حاجه من ايدك مش عايز تديها لي. تعرف ايه عن خالد سعيد؟ خالد سعيد جاري في الشارع، وهو كويس ومؤدب في حاله وكده، بس هو بس عيبه الوحيد اللي هو بيشرب بس كتير. طب ايه معلوماتك عن المتهمين؟ بالنسبه للاثنين مخبرين بينزلوا الشارع على طول، بيشوفوا شغلهم بما يرضي الله يعني، ما شفناهمش ضربوا حد قبل كده. ايه رايك في الكلام اللي بيتقال حوالين ان خالد سعيد كان معاه كليب بيبين ضابط شرطه بيوزع مخدرات على زمايله؟ لا الكليب ده قبليها بسنه، وكان معايا على التليفون ومع الشباب كلها بتاع كليوباترا،
ودي حاجه تشرف يعني الحكومه اللي هم مسكوا ضبطيه حشيش يعني وكده، فدي ملهاش دعوه خالص بالقضيه. مشاهدينا، وكما يقول المثل من جد وجد، كاميرا البرنامج نجحت في الوصول لشاهد نفي مهم جدا في ملف هذه القضية، وهو شاهد عيان كان موجودا على كافيتيريا السونس، حيث تم إلقاء القبض على خالد سعيد وهو محامي صاحب القهوة. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا وسهلا. يعني انت كنت موجود اثناء وقوع الحادثه بالظبط. ايه اللي انت شفته بالظبط؟ انا محامي صاحب القهوه. ايوه. وكان قاعد، كنت بالصدفه قاعد على القهوه، وكان معايا المقاول بتاع صاحب القهوه كمان. فاللي شفناه ان كان بالصدفه قاعد جنبنا على الترابيزه اللي جنبنا على طول الرقيب والامين الشرطه. ففوجئنا ان هم قايمين بيعدوا الشارع حتى بشكل ملحوظ، ان هم دخلوا على السايبر ومسكوا خالد جوه السايبر. وفوجئنا ان صاحب السايبر وابنه هيثم بيزقوهم يخرجوهم بره. ده اللي خلى لفت نظرنا للموضوع. يخرجوهم هم الثلاثه بره بالظبط، بيزقوهم بره السايبر. تمام. وكان معروف ان خالد عليه احكام، فهم قايمين يقبضوا على خالد يعني. فلما خرجوهم بره هم لاحظنا ان هو ماسكين ايده، هم لاحظوا في حاجه في ايده ماسك عليها مش عايز يفتح ايده. فبقى تحول همهم ان هم يفتحوا ايده يشوفوا ايه اللي في ايده اللي هو قافش عليه. فما زقوهم بره، خرجهم صاحب السايبر بره.